السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناه بنت بخضاري. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك بدون فرن او تحليه سهله جدا في التحضير، اقتصاديه وكتوجد بسرعه. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. فعلى بركه الله غادي نحتاجوا في المكونات هنايا 3 ديال العلب ديال هيرنيس او اي طونك بغيتي. يعني نوريكم كي داير. هاد العلبه هذه اللي كدير بجوج دراهم، ممكن انكم تستعملوا هذاك اللي طويل. المهم هكا كميه، صراحه ما عرفتش شحال ديال الوزن. قطعوها بهذا الشكل هذا. كنجيب هكا واحد باش هكا يديروا يتهرسوا مزيان. هنا غادي نجيب واحد تقريبا واحد ربع كأس ديال الحليب. على هذا الشكل هذا. وغادي نوضع واحد جوج ديال بيسر شوكولا. ممكن انكم تجمعوه بالزبده مذوبه. دابا كنخلطوه جيدا حتى كيمتزج مزيان. هنايا كنجيبو مول زجاجي هكا او اي مول بغيتي. غادي نوضعو في وسطو هاد الخليط. هكا كنوزعوها بالملعقه مزيان. هنايا كنجيب 800 ملل من الحليب. وعندي هنايا فلون بنكهه الشوكولا
وفلون بنكهة الكراميل. يعني الفلون اللي كيتخلط مع نصف لتر من الحليب. نضيف لهم ملعقتان كبيرتان من النشا او المايزينا. وملعقتان كبيرتان من السكر. السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، حيت الفلون بدون سكر. انا هنايا درت 3 ديال الملاعق ديال السكر. غادي نخلطهم جيدا وغادي نردهم فوق نار هادئه تيعقد لي الخليط ونعاودو نتلاقاو. انا هنايا ها بدات عقد لي الخليط. تلاحظوا غادي نخليها تبرد لي بحراره الغرفه او تشد الحراره ديال الغرفه وندخلها للمبرد مده تقريبا واحد الساعه او ساعه ونصف، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي. اخواتي فهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا من بعد ما وجدات. كتجي صراحه رائعه. انا هنايا زينتها بالكرز المعسل او يعني القامه او النعناع. كما لاحظتوا معايا كتجي رائعه جدا. نقطعوها نشوفوها كيفاش جات من الداخل. كتجينا على هذا الشكل هذا من الداخل. طاحت لي داك الحبه ديال الكرز. كتجي صراحه رائعه جدا. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.